طبعا المهدي. أرض فدك التي تقولين في واحد الكتاب فدك. تذكرين مرة جديدة بأن فاطمة حرمت من هذا الميراث من قبل بشكل خاص أبي بكر. أي لأنه هو خذ القرار هذايا اعتمادا على حديث قاله الرسول: نحن الأنبياء لا نورث، كل ما نتركه صدقة. وعرضته فاطمة في هذا الأمر، واحتجت عليه بآية قرآنية، هي الآية رقم 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وغضبت غضبا شديدا هذا ما ولعنت. تتحدثي عنه كلعنة فاطمة، خاصة الحديث لعنة المذكور. فاطمة، وهو موجود هذا عبرت عن هذه اللعنة في ما يعرف بالخطبة الفدكية، والتي كنت أعتقد في البداية أنها نص شيعي بامتياز، لكني وجدتها في نصوص السنة بنفس الحرفية. نفس الحرفية، وخاصة الجملة المدوية، وهي التي قالتها فاطمة لأبي بكر: لأدعون عليك في كل صلاة أصليها. وهي على فراش الموت، لأنها توفت بعد أسابيع قليلة من وفاة والدها. وصت زوجها علي أنه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لا يحضرون جنازتها. طيب.